السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا أحلى أخوات في الدنيا عاملين إيه؟ يا رب دايما طيبين وفي خير وفي أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. بتمنى فيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. بإذن الله هنعمل ترند البلح مع بعض. أنا بإذن الله متأكدة إنه هيطلع ترند، واثقة في الله الحمد لله من جمال الوصفة وحلاوتها. إن شاء الله هتعمليها ومش هتبطلي، كل ما تخلص هتجربيها تاني بإذن الله. هنعمل ايه؟ هاتي كده نص كيلو بلح رطب اسمر واغسليه كويس جدا، وتعالي قشري البلح بتاعك وشيلي كده النوايا بتاعته، وتعالي شوفي هنعمل فيه ايه. بإذن الله وصفة حلوة جدا وطعمها حلو جدا جدا وكلها فيتامينات وكلها فوائد. المهم، هاتي البلح بتاعك وما تعديش موسم البلح من غير ما تعملي الوصفة دي. فرزي بقى البلح، على فكرة ممكن تفرزيه وتطلعي منه عادي من الفريزر وتعملي الوصفة الجميلة دي. البلح طبعا واحنا بنفرزه بنغسل البلح الرطب وبنحطه في اكياس وبنحطه في الفريزر عادي جدا، وبنطلعه بيفك وبنعمل منه اي حاجة عايزينها. ما تضيعيش كده موسم البلح من غير ما تعملي الوصفة الحلوة دي، وفي اي وقت ان شاء الله مش هتبطلي. هنعمل ايه بقى؟ طبعًا قشّرنا البلح زي ما أنتم شايفين، زي ما أنتِ عايزة بقى أي كمية عايزاها. أنا عملت كمية كده حوالي نُص كيلو من البلح. جِبت بقى كده معلقة سمنة كبيرة على نُص كيلو البلح، على نار هادية جدًا، جدًا، خلّي النار شامعة، تمام. وحطّي كده بقى البلح بتاعِك ومعلقة السمنة على النار، وغطّي عليهم وهدّي النار جدًا بحيث إن إحنا نسوّيهم مع بعض. البلح بتاعنا كده ينزّل كل المواد السايلة اللي فيه وكل ال أي حاجة فيه يعني تسوي نفسها كده، ونحس إن هو خلاص ما شاء الله نزّل كل بقى السوايل بتاعته. ابدئي كده إن أنتِ اهرسي فيه، وبعد كده هنحط السمسم بتاعنا. جايبة كده نُص كوباية من السمسم، كوباية صغيرة اللي هي بتاعة الشاي دي. السمسم طبعًا جاي مش متحمّص، جايباه كده من عند العطار. نقّيه كويس كده وانسفيه، وبعد كده حطّيه على البلح بتاعِك. هتحطيه على البلح والسمنة، هيتحمص مع البلح والسمنة كده وهيدي طعم جميل جدًا ورهيب، وغير الريحة بقى الجميلة بتاعتنا. كده إحنا احتاجنا إيه؟ معلقة من السمنة، وعليها نُص كيلو البلح، وبعد كده السمسم بتاعنا، وكل ده على نار هادية، ما فيش نار عالية خالص عشان البلح ما يتحرقش منِّك. إحنا عايزين نسوي البلح على نار هادية جدًا. بعد كده المكون التالت معانا وهو الأساسي، هتحطي معلقتين كبار من العسل الأسود. تمام، ما عندكيش عسل اسود ممكن تحطي عسل ابيض عادي، وممكن تحطي كمان 3 معالق من السكر لو ما فيش عسل. بس العسل هيوديها في حتة تانية خالص، وكمان بقى فايدة غذائية كده وقيمة غذائية بتضيفيها للبلح. بجد حلو جدا، ما تخافيش مش هيخليه مسكر قوي. إيه هيديله كده طعم حلو كده جدًا. جرّبي وإن شاء الله مش هتندمي. هاغطّي بقى عليها كده، وبعد كده هابدأ إن أنا أضغط عليها برضه بالمعلقة بتاعتي كده بحيث إن هي تبقى عاملة زي المربى بالضبط. شايفين الشكل بتاعها عامل إزاي؟ ممكن بقى في الوقت ده نضيف إيه، لو بتحبي القرفة تضيفي كده حاجة بسيطة جدًا من القرفة، هتوديها برضه في حتة تانية هتبقى خطيرة جدًا. وممكن تضيفي بقى بشر جوز هند من اللي هو الكبير ده مش اللي هو الناعم، وممكن تضيفي كمان الزبيب. طبعًا لو مش عايزة المكونين دول مش مشكلة، مش لازم تحطيهم، تمام. هاقلب بقى كويس جدًا، وبعد كده هاطفي عليها. شايفين عاملة إزاي؟ سايحة جدًا، جدًا، وطعمها رهيب، رهيب بجد. لازم تجربي الوصفة دي. هاعمل إيه تاني بقى؟ خلاص هاطفي عليها النار. وممكن بقى الوصفة الجميلة دي تقعد معاكِ في الفريزر في التلاجة معلش، تقعد معاكِ في التلاجة أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، لإنها وصفة حلوة أوي. بجد هتقعد معاكِ كتير جدًا في التلاجة. أنا كان عندي برطمان كده إزاز وغسلاه كويس، جبت كده البخار بتاع البلح عليه، وبعد كده بدأت إن أنا أعبي البرطمان بتاعي. هاحطه بقى كده في التلاجة، تعملي بقى منه سندوتشات كده للعشا وللفطار. حاجة كده مفيش بعد كده فوايد وجميلة جدا. حاجة كده انت عاملاها في بيتك وعلى ايديكي، ما تتوصفش بجد وجمالها. هتحبيها ان شاء الله، انا متأكدة. المهم هسيب بقى دول كده للعشا. بجد كانت ريحتها جايبة الشقة كلها، ريحتها جميلة جدا. خلاص كده
دي الوصفة بتاعة النهارده، باتمنى تعجبكم وتستفادوا منها، وباتمنى تجربوها. اللي عنده بلح كده في الفريزر يطلّع البلح ويعمل الوصفة الرهيبة دي، بإذن الله مش هتبطلوا تعملوها. وكمان عاملة زي المربى تفرديها كده على العيش بتاعِك ساندوتشات، حاجة كده جميلة جدًا. باتمنى كده تدعموني باللايك الجميل اللي بيشجعني أنزّل لكم فيديوهات أكتر. لو كنتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل، عشان إن شاء الله أي فيديو أنزّله يوصل لكم بإشعار. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في حفظ الله ورعايته.